البلد مليء بالخيرين، والبلد بحاجة إلى أبنائها أن يقفوا معها. والله بتخيل لا سمح الله لا سمح الله لو حصل مكروه في هذا الوطن. أنا بسأل سؤال هيك، سؤال تقليدي وسؤال صرت طارحه على الشاشة مليون مرة. لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله ولا قدر، لو حصل مكروه في هذا الوطن أين سيذهب المواطن الأردني؟ وين؟ سوريا مغلقة، العراق مغلق، والسعودية، كله مغلق في وجه الأردن. والله ما إن غير هالوطن يا أخوان. وعندما ندافع عن الوطن، والله أنا شخصيا لا أدافع لا عن عبد الله نصور ولا عن حكومة ولا بدافع عن أي شخص مهما كان، لكن والله أدافع عن هذا الوطن وأدافع عن أبناء هذا الوطن. بعد اللي شفناه هم ذاهبون، عبد الله نصور وغير عبد الله كلهم ذاهبون، لكن الوطن هو الباقي، والأردن عالي بعون الله، ثم بعون النشامة والمخلصين للأردن، واللي أخذوا هالفلوس وسرقوا ولهطوا ولهفوا الله لا يسامحهم. روح يا سيدي. واجب الإعلام المحترم أن يقف مع الوطن وأن يقف مع أبناء الوطن، وسنقف إن شاء الله، وستكون الحقيقة لأبناء الوطن كافة، وستكون للرأي والرأي الآخر، تنحاز لدينها أولا وقبل كل شيء، ثم تنحاز للوطن وتنحاز لأبناء الوطن. ونسأل الله أن يعيننا على أن نقول كلمة الحق دون خوف من هذا المسؤول أو ذاك المسؤول. لم يعد في العمر كثيرا حتى نخاف من هذا المسؤول أو ذاك المسؤول، وأنا شخصيا أؤمن أن هذا الرأس لن يقطعه إلا الذي ركبه. لذلك سأقول كلمة الحق، وسأنحاز للوطن وسأنحاز لأبناء الوطن، وأتكلم بإذن الله تعالى كلمة الحق بكل جرأة دون خوف أبدا. هذه كرسي مثل ما بيقولوا الفلاحين، مثل كرسي الحلاق بلف وبدور، اليوم هنا وغدا هناك، لكننا سنبقى مع الوطن على مر الدهر حتى يأخذ الله وداعته. سنحكي كلمة الحق وسنقول كلمة الحق. كل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم. ألقاكم يوم غد في برنامج تعليلة، سهرة، بإطلالة، كما تشاءون، عند الساعة 11 مساء إن كان هناك في العمر بقية. لكن إذا انتقلنا لرحمة الله تعالى، تذكروا أن من كان يضع هذا الميكروفون على صدره وكان يقف أمام هذه الكاميرا كان يدعو الله أن يحمي الوطن، وكان يدعو الله أن يديم عليه نعمة الأمن ونعمة الاستقرار حتى وهو يلحد، وشكلها قربت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.